السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وكل تحياتي لكم. الرغيف بجنيه لهؤلاء، موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة. في البداية أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كشف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عن موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية في المخابز الحكومية من خلال كارت الدفع المدفوع مسبقا، والتي أعلنت عنها الشعبة في الفترة الماضية. وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال مداخلته ببرنامج الكلمة الأخيرة اللي بتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة أون الفضائية، إنه من المقرر أن تدخل المنظومة الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر يناير القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التموين، وبعد تقديم الدراسات اللازمة ووصول إلى تصديق الحكومة، مشير أن هناك ما يصل إلى 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية بيقدموا الخبز لأكثر من 30 ألف مواطن. وأضاف في تصريحاته أن كروت صرف الخبز سيتم توفيرها بمكاتب البريد لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية. مؤكد أن وزن الرغيف في المنظومة الجديدة بيصل ل 90 جرام بنفس مواصفات الخبز المدعم، ولا يوجد أي تغيير فيه، وسوف يطرح بجنيه واحد. وتابع رئيس الشعبة: لا يوجد عدد معين لعدد الأرغفة، والعبرة بالكارت المدفوع مسبقا، والمواطن الآن ثقافته تغيرت ولن يقوم بالشراء بأكثر من احتياجاته. مقارنة بالسابق كان البعض يقوم بشراء 20 رغيف يتناول 10 والباقي بيكون طعام للدواجن، مشيرا إلى أن هناك رقابة من 7 أجهزة على قطاع المخابز ومن الصعب حدوث أي تسريب أو غيره. وعن منافسة المنظومة الجديدة وتأثيرها على السوق المنافس، قال إن المنافسة في صالح المواطن، وقد يؤدي التنافس لتخفيض سعر الخبز البلدي في الأفران الخاصة بالعيش الحر، حيث بيبلغ سعر الرغيف كحد أدنى تلك المخابز ب2 جنيه للرغيف، بالإضافة إلى أن رواد ومستهلكي الخبز السياحي هي شرائح أخرى من المجتمع وكل نوع لرواده. في النهاية بشكركم وتحياتي لكم.